السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفه جديده، وصفه المدربل الجزائري، وصفه تقليديه. وكاين تاني اللي يقولوا لها وصفه البرانيه، جوبونس في الغرب اللي يقولوا لها وصفه البرانيه. نبداو الوصفه على بركه الله. في طنجره نديروا شويه زيت، شويه سمن، مراس نتاع اللحم، واللي ما يحبش اللحم يقدر يدير الدجاج ولا الدند. انا هنا درت البقري. نقصوا النار ونخلوهم يتقلاو مليح. حتى يتحمروا نديروا حبه بصل تكون متوسطه مقطع مكعبات، نقلوها مع اللحم مليح. ونزيدوا لها 3 ولا 4 فصوص ثوم يكونوا مسكرفجين، نقلوهم تاني. انا لازم نقلو مليح. نزيدو مغرفه تاع طماطم مصبره، اللي حب يزيد العكري يزيد العكري. نقلوهم مليح ونزيدو حبه طماطيش تكون متوسطه مسكرفجه، نخلوها تتقلى. نزيدو لها حميصه تكون طيبه نص طياب. نزيدو التوابل، نديرو كركم، كمون، فلفل اسود وملح. نقلوهم شويه ونمرقوا بالماء سخون حتى يتغطى اللحم باش يطيب لنا. نغطوه ونخلوه يطيب. في جهه واحده اخرى نحكموا الباذنجان ديالنا. نغسلوه مليح، نشفوه ونقطعوه دوائر يكونوا خشان بهذا الشكل. نقطعه كامل. نزيدو لها الملح. كاين اللي يحب يتبل الباذنجان، اللي يحب يتبلو يتبلو، انا درت له غير الملح. هنا المريقه ديالنا يطيب، نقصوا لها مليح باش يطيب اللحم. في بول واحد اخر نديرو 2 حبات البيض، واللي يحب يدير بايض البيض يدير بايض البيض نورمال. هنا درت 2 حبات بيض، شويه ملح. اللي يحب يزيد الثوم ولا يدير فلفل الكحل نورمال يزيدهم. انا هنا ما نحبش الثوم على بها ما زدتهاش. نحركوهم مليح ونقلب بهم الباذنجان ديالنا باش ما يشربش الزيت. انا نقصوا النار باش يطيب. نديرو كامل الكميه اللي عندنا كامل نقلوها. شوفوا كيفاش يجي حميمه، الله الله، ما يشربش الزيت. نكملوا كامل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه. تكون لاصوص ديالنا تكون طابت، نحطوا لها الباذنجان نخلوها تتجمر، ونزيدوا لها المعدنوس والشرائح تاع القارص حسب الرغبه يعني، ونقدموهم. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم، وما تنساوش تخلوا لي ارائكم في التعليقات، وخلوا لي جيم وابوني للصفحه باش يوصلكم كل جديد.